انا اسف. لا يعني اتمنى تسامحني. اتمنى من كابتن مهدي سليماني يسامحني. انا اسف يا اخي، اللي يعرفك ما يجهلك يا اخي. يا عم حقك عليا. يا لو زعلان مني انا اسف. انا اسف والله. انا جاهل، عيل جاهل، انا عيل جاهل فما اعرفكش. انا عيل جاهل والله يا جدعان. يعني انت لو شلت مثلا المهدي سليمان وحطيت محمد صبحي، هو الماتش ده كان خلص 3-4 لو اتشال بس. يعني مهدي سليمان هو كان ملك الماتش ده، ملك، بيصد ويطير ويروح. لا هو عمل كل حاجه، كل بس اللي كان ناقصه يلعب رجله بس هو تمام. انا كل اللي انا بص، انا دايما بص يا جماعه، في حاجه اساسيات كده لازم كنت تعرف تعملها. انا بحط الحارس عشان ايه؟ يصد لي الكورات. مهدي سليمان عملها. ناصر منسي مش عايز بقى منه بقى ايه، اصل هو بقى، اصل عارف كده لو بيلعب رجله كويس، او لو ناصر منسي بقى عارف بقى ايه، لو بقى جسمه كويس وبقى يجري. لا انا مش عايز كده. انا عايز احط لك الجون، عايز احط لك مثلا الكوره جون، عايز حد شاط عليك كوره تصدها. فانا اسف من الكابتن مهدي سليمان. انا اسف يا اخي، اللي يعرفك يجهلك. انا اسف والله. وانا بكتب الحاجات بقى اللي انا هقولها وبتاع، بكتب بقى نقط بقى ايه، وانا اكمل بقى من دماغي. فلاقي لقيت كده رساله عندي: سيراميكا او الاسماعيلي في الاول ضربة جزاء جون التعادل. قلت خلاص بقى الماتش خلص وتعادل بقى سيراميكا. فجأة الاقي في الدقيقة 90 و15 دقيقة الاقي مرة ضربة جزاء وفاخر القاي ضيعها. يا اخي عشان تبقى عارف ان حرام ما يدومش، وانا اول الدوري، اول الدوري، انا المركز الاول، اول الدوري، متصدر، نفس النقط اللي بيراميدز. هلعبه الماتش الجاي، ربنا يستر. ناصر ماهر والجون اللي هيجي واللي انا عارفه يا ريت يجي بدري. انا عارف انا عارف السيناريوهات دي كلها، مصطفى فتحي بقى وناصر ماهر، انا عارف الحاجات دي كلها، بس عايزها بدري وانا بقى اللي ارجع. انا اهم حاجه عندي ان انا اكسب الماتش ده. الماتش ده حياه او موت، حياه او موت. وكمان عايز اتكلم عن الجمهور، التيفو اللي عملوه. ماليش دعوه، في ناس بس كده محنكه تقول لك في غلطه كده، عارف بقى ناحيه اليمين، لا مش عايز، لا اقسم بالله العظيم تيفو عالمي، عالمي. مكتوب كنت عالمي، مكتوب كده كونتينيو تستمر عالمي. يعني انا انبسطت بالذات في الماتش بتاع زد. يعني الماتش زد عشان الزمالك عارف ان الماتش ده لو كسبه هو متصدر. هو فرق الماتش بقى عن سيراميكا دي ملوش دعوه، بس هو متصدر، هو اعلى من سيراميكا. فالدنيا ماشيه. سيراميكا تعادل من الاسماعيلي، فخلاص هو بقى اول الدوري، تحتيه بيراميدز، تحتيه الاهلي. حقيقه انا عايز اتكلم عن كابتن معتمد جمال في نوعيه اداره الماتش اللي هو عملها في الماتش بتاع زد. هو انا كنت يا جماعه كنت بتكلم في ماتش الحرس ان انت لازم تبقى عامل جبهه. ايام جروس لما حصل جبهه، والجبهه دي اساسا كانت هو البطل بتاعها كان محمد السيد. فلما حصلت الجبهه دي جاجوان، وكان محمد السيد كان متالق جدا اساسا. وممكن اساسا بعد الفتره دي اساسا دي اللي خلته ان احنا نتاكد ان هو جامد ويتجدد. محمد السيد عالمي، محمد السيد روعه. فهو معتمد جمال عمل جبهه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال كانت ضايعه خالص. احمد شريف بقى ضايع، بالانتاج بكله ضايع. فلعب ناحيه اليمين عمل جبهه. ف يعني اي نعم هي مش جابها قوي، بس فاهم الفكره حلوه. فكره انك تغير من العمق، فكره بقى ان انا هلعب على العمق والعب على البتاع والكلام ده كله، بان انا العب بقى خلاص بقى هلعب على الجبهه وكده، دي حاجه انا مبسوط منها. واتبسطت جدا في التبديلات. الشوط الاول لقيت الماتش محتاج فتوح رحت منزله، لقيت الماتش محتاج محمد ابراهيم رحت منزله. فهو معتمد جمال قاري الماتش كويس وعرفنا نكسب. وكمان تبديلة احمد ربيع العالميه اللي انا قلت انت جاي تبدل احمد ربيع وعبد الله السعيد. يا عم سيب عبد الله السعيد بقى يرفع لك كوره بتاع، لا احمد ربيع كسبني الماتش. احمد ربيع اللي انا في اول ما جبته كنت مبسوط جدا لانه مكان مع بنك الاهلي كان جامد جدا. لكن اتصاب مستشفى بقى، فضل عايش في المستشفى بتاعتنا. هو محمود جهاد لسه ما جاش، بس احمد ربيع اللي رجي وجه جاب جون، جاب جونين.
اول ماتش ليه جاب جون، تاني ماتش ليه ما كان مع الاهلي لسه، وتالت ماتش جاب جون اهو، عالمي. فانا بقى بتكلم عن حته معتمد جمال، حته العمق. يا جماعه بص اقول لك حاجه، انت لما جيت عملت الجبهه، هي الجبهه دي فشلت بسبب ايه؟ ان زد بيلعب ازاي؟ اولا هو مرجع ال 10 لعيبه ورا، هدفه ان ما يجيش جو ان انا ايه، اتعادل او اكسب، ما اخسرش، ما يجيش جون فيا من الاخر. هو ده هدف زد. يعني هو دايما انت لما شفت الماتش بتلاقي ان انا بطلع بالكوره بسهوله، انا اطلع بالكوره بسهوله، بعمل بيلد اب، بحسب عبد الجليل بقى ممكن ينام اساسا، بس انا ايه، انا مش هاجي جنبك. وكل ما حسام عبد الجليل يتقدم واللعيبه بترجع ورا، لحد انت بقى تفكر بقى انك تباصي او كده، تلاقي بقى الدنيا جايه. يعني جبهه الشمال مثلا بتاعت زد، تقريبا الجبهه الشمال عندنا اللي هي جبهه اليمين بتاعت زد، دي كانت فيها مشاكل في الماتشات اللي فاتت، وماتشات اي ماتش انا اتفرجت فيه على زد كان فيه مشاكل في الحته دي. لا، لقيت ان هم مغطيين الحته دي بلاعبين ثلاثه. انا محمد شوقي قدر ماتش كويس قوي، ان هو انا هحاول ان انا اغطي مشاكلي. وطبعا عمل باك ليفت فحل الولد جته محمد ربيعه جته. المفروض اساسا يعني المدافع ده اساسا هو مدافع، وكان هيجي الزمالك، يا ريته كان جه يا اخي جته هو وتعالى كده نبص على الجول الاول. اول لقطه ليه تتقطع الكوره، تعمل انطلاقه خطيره، اخوان بزيرة. مش هاجي احكي لك على حاجه، انا جاي احكي لك عن محمد السيد والسكان، وان هو بص ففجاه راح قطع الكوره، عبد الله السعيد يباصي لناصر منسي، دي اخوان بزيرة. اخوان بزيرة كان رايق. اولا اخوان بزيرة راح دخل شويه فبعد عن محمد ربيع الحمد لله، فهو رايق. بص انا عايز اللاعب الهادي الرايق، مش اي حاجه تشوطه خلاص، لا انا رايق، هدي مره واحده في عطا واحده كده رايقه كده، ارتوها حلوه. ماتش الارتو ده، ماتش الارتو عطا، ماتش ارتو حلو قوي، جون، الدنيا سهله. وده كان ساوي مين؟ محمد السيد، نفس الجون ساوي برده بتاع فتوح بالراس، نفس بتاع حرس الحدود، نفس الجون. انا عملت سكان، قطعت الكوره. يعني انا دايما اشوف الناس اللي بتعمل سكان هجوميا مش دفاعيا. بس بعد الجول الاول حصل مشاكل في حته ان انا اساسا ما لقيتش الزمالك صفر، اللعيبه كلها مشيت والله، مشيت خلاص، راحت في حته تانية والله، مشيت ما شفتش حاجه. انا بقى مره واحده لقيت لعيبه الزمالك موجود، جابها الشمال شوارع. انا اي حد بيخش، احمد الخضري لو كان موجود، اللي هو مش عنده مشاكل دفاعيه، ما كانش هيحصل كده. بنتايك مش موجود، احمد شيب مش موجودين، مفيش دفاعيين خالص، فاللعيبه بتخش بسهوله. حسام عبد الجليل برده مش يعني موجود مش موجود، في لقطات ولقطات لا، مش موجود اصلا، فاللعيبه مش موجوده. فجاه لقيت فتوح، قلت ان هو هيلعب باك ليفت وبنتايك وينج، اللي هي اساسا الخطه اللي انا اساسا كنت نفسي العبها. لقيت العكس، لقيت ان بنتايك هو لسه باك وفتوح على ناحيه الشمال، فاتضايقت شويه. فجاه جه الجون فاتضايقت اكتر، ولقيت بقى ايه بقى ان انا متوتر قوي، وتعالى بقى نيجي نبص على الجون التاني. العائد من جديد، كرة عند شيكو بنزا، هل تدينا نبذة؟ يرجع للخلف لربيع، يحط عادي. فجأة كرة جاية من فوق، شيكو بنزا. انا عايز احكي عن حاجة مهمة قوي. شيكو بنزا في التقييمات مهم قوي. شيكو بنزا بص لاحمد ربيع، انا قلت ايه؟ قلت احمد ربيع مش هيعمل حاجة، يعني احمد ربيع هيعمل ايه؟ فجأة لقيت ارتو عالمي جا جون. انا عملت كده، قلت ايه ده يا ابني؟ انت ما اقنعتش نفسك، اقنعتني في ثانيه. الولا يا جماعه احمد ربيع يا جماعه، يعني هو هجوميا دفاعيا هو موجود، ما لعبش ليه ده المفروض بجد يلعب مكان شحاته، ومحمد السيد ومحمد شحاته هم اللي بدلوا كمكان بعض، او مكان بقى مع عبد الله السعيد، عشان عبد الله السعيد برضو انا لسه ما شفتش فورمته، لسه ما شفتش لعبه. يعني هل ده سن ولا ده ايه؟ انا مش عارف والله، بس هو يعني كان لسه سنه وكان بيلعب ماتشات حلوه، مش عارف الصراحه. لكن عبد الله السعيد برضو يظل عبد الله السعيد، لكن برضك بقول ان عبد الله السعيد لسه ما خدش فورمته، او اساسا مفيش لعيب في العالم خد فورمته، مفيش لعيب في العالم بلعب فانتسي، مفيش.
الدوري مفيش اي هتقول لي مفيش، محدش لا فيش لاعب في العالم خد فورمته. شهر رمضان ده مفيش فورمه، مش هنشوريك فورمه حضرتك. بس انا يا جماعه كنت عايز اتكلم على اول ماتش خالص، وطبعا اتاخرت فيها. بس انا كنت عايز اتكلم واقول ان فكره ان انا اضغط زد جامد قوي قوي، وضغط منظم مش عشوائي، منظم. انا عامل ضغط واللعيبه حاسه هي عايز تكسب الماتش، جزه وعايز تلعب الماتش، وضاغطين وفي شراسه. ده الدنيا كانت حلوه. انا انبسطت من اول كده، قبل الجون الاول انبسطت جدا. لايه؟ اللي في ضغط، اللعيبه عارفه تعمل ايه. لا الدنيا حلوه. قبل ما اخش على فكره التقييمات، عايز افهم ايه فكره العارضه. انا يا جماعه انا هعمل محتوى، هعمل كده فقره بقى جنب فقره التقييمات اسمها فقره العارضه. والله عارضه كل ماتش. لا دي بقى ايه بقى؟ دي جت عرضتين تحس ان دول مقرفين جدا. واحده لاكوان بزيره، يعني شاطها جت لا لا يا جماعه. واحده بتاعت عضاية دباغ، فالدنيا ضايقتني. وعضاية دباغ ايه يعني عضاية دباغ كان فوت الجون. كوان بزيره ممكن اقول ماشي عشان حطها تشيب فوق قوي عاليه قوي، فبسهل بقول يا عم ماشي. بس عضاية دباغ دي لا. فكان كان العارضه دي بالترازينه. وتعالى يا شباب نخش على فقره التقييمات. مهدي سليمان 10 من 10، ده من غير كلام، من غير كلام 10 من 10. عمر جابر لا يقيم على الشوط الاول اللي هو عمله. فمحمد ابراهيم اديله 6 على او اديله 8. لا محمد ابراهيم كان جامد قوي. محمد ابراهيم دايما بيعرف كده، بيقول ان انا هلعب على عمر جابر خلاص. يعني عمر جابر تقريبا خلاص هيركن ومحمد ابراهيم هيلعب، عشان محمد ابراهيم بيستاهل بجد يلعب. محمد اسماعيل 5 عادي جدا. حسام عبد الجليل 2 عادي جدا. بنتايج 0. على خط الوسط محمد شحاتة 7. احمد ربيع 10 من 10. محمد السيد بالنسبه لي 9 من 10 جدا. عبد الله السعيد 5. العب بقى على الهجوم ناصر منسي 10 من 10. انا هفضل اقول لك 10 من 10، انت عالمي بالنسبه لي، انت عالمي. عملت اسيست حلو، انا عملت كل اللي انت عليك، مش دعوه بيك، انت عملت اللي عليك. مش دعوه بقى بالفرصه اللي ضاعت بالحته الجون بتاع فتوح اللي انا كان نفسي يجي. لمسه اليد دي بس جت تسلل. نيجي على خوان بزيرة اديله 10 من 10 برضو. الماتش اللي عامله كان جامد جدا. نزل التبديلات، فالتبديلات نزلت احمد فتوح اديله 6. وشيكو بنزا انا عايز يعني دي بقى اللقطه اللي عايز اتكلم فيها. شيكو بنزا انا هوريكم اللقطه. شيكو بنزا كان في الماتش كان شغال. الماتش ما خلص، كان شغال. راح الحمام، والله العظيم انت فاكرني بهزر، والله العظيم راح الحمام. ماشي طلع بره ما انا بروح الحمام. تكية اهله، هي تكية اهله. شباب اللايك، اشتراك، صعب.